نحن بداية تأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات العربية التي قمنا فيها في الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي. بالتأكيد قطر كان لها دورا بارزا في دعم الذي الشعب السوري خلال عذب 14 آلاف عاما. وأيضا المعتقلين في سجن قطر صهيونايا. هي شريك سيكون في مرحلة السلام التي الآن بدأناها في سوريا. الشعب السوري يحتاج إلى العديد من الشراكات العربية والأجنبية لإعادة بناء الدولة السورية الجديدة على أسس حضارية وأسس تحترم الإنسان وتحترم وجود الإنسان وتقدم له الخدمات اللائقة. كان منذ قليل لدينا اجتماعا موسعا وعميقا مع معالي رئيس الوزراء، وتناقشنا في هذا الاجتماع حول جميع القضايا الأساسية والإسعافية، وأيضا القضايا الاستراتيجية وقضايا خارطة الطريق التي شرحناها لمعالي رئيس الوزراء وتكلمنا فيها في الإعلام في أكثر من مناسبة. خارطة الطريق التي